في كل مصيبه، في كل الم، في كل تجربه لازم نعرف السبب حصل ليه للناس دي. فنبقى قاعدين هو اكيد حصل له كده بسبب عمايله ومصايبه، اكيد حصل له كده عشان كذا، اكيد لانه هو مش منظم، اكيد لانه ربنا بيعاقبه، وحاجات كتيره بنقعد نفكر فيها، في حين انه في الوقت ده مش المفروض نعمل كل ده. اقول لك حاجه غريبه قوي، يوسف المصايب اللي حصلت كان بسبب اخواته القريبين منه، يعقوب المصايب اللي حصلت بسبب طريقته وادارته للامور، دانيال المصايب اللي حصلت له بسبب المنافسين معاه وهو موجود، ايوب المصايب اللي حصلت له بسبب الشيطان نفسه انه كان عايز يعمل كده، بولس المصايب اللي حصلت له كانت بسبب الطبيعه والبحر وحاجات مختلفه جدا. اقول لك حاجه، السيد المسيح المصايب اللي حصلت له بسبب القاده الدينيين، مفيش ولا حد فيهم كان الموضوع متشابه عن التاني. مش مهم تعرف المشكله ايه، مش مهم تعرف المصيبه ليه، المهم انك تبقى جنب الشخص اللي بيمر بالتجربه وبالالم. عايز اقول لك لو انت اللي بتمر بالتجربه وبالالم قرب من ربنا، مش مهم السبب ايه، مش مهم تعرف، طالما انت تايب وطالما انت قاعد قدامه وطالما انت بتقول له سامحني لو انا غلطان، سامحني لو انا ارتكبت غلط، قرب منه في قلب التجربه، ما تبعدش لكن قرب. لو انت بقى الشخص اللي بتبص على الشخص اللي في التجربه، من فضلك ادعوك تعمل حاجتين، تقف جنبه صامت وتصلي له صلاه صامته، بس كده.